مستهلها من فرنسا. تتذكرون حادث الاعتداء العنصري على حرمة المسجد الأكبر بسانت-تيان الأسبوع الفارط. عبارات عنصرية كتبت على جدران المسجد وأغضبت المسلمين وممثلي مختلف الأديان الذين عبروا اليوم عن رفضهم للتطرف. حميد سعدني والتفاصيل. المسجد الأكبر بمدينة سانت-تيان وسط فرنسا هذا الصباح أكثر من 500 شخص حضروا للاحتجاج والتضامن مع المسلمين ضد التطرف. هم ممثلو الديانات السماوية الثلاث من جنسيات مختلفة، هتفوا بصوت واحد: لا للتطرف، نعم للتسامح، وذلك على خلفية تدنيس هذا المسجد. إنه مؤثر جدا أن تتلقى المواساة من لدن الجميع ومن جميع الجنسيات والديانات. هواتف محمولة والثابتة لم تهدأ بسبب العدد الهائل من الرسائل القصيرة والاتصالات. إنه شيء رائع. وكان متطرفون لطخوا حائط هذا المسجد يوم الاثنين الماضي بهذه العبارات التي تكن الحقد للإسلام والعرب وتنطق بالعنصرية ومعاداة السامية. علينا أن نتحد أمام كل تصرف من هذا القبيل، وعلينا كذلك التنديد به، خاصة نحن ممثل الديانات الذين يتوقون إلى السلم. ما كتب هو فضيحة، خاصة على حائط مكان للعبادة وفي بلد يرحب بكل الديانات. إنه شيء مرفوض هذا الذي وقع. وأمام تصاعد مثل هذه التصرفات المرفوضة دعا الحاضرون إلى إنشاء لجنة برلمانية فرنسية لدراسة ومواجهة العداء المتزايد ضد الديانة الإسلامية.